قبل تركيا، ومنذ ذلك الحين بدأ التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة التابعة لروجافاي كردستان، وقد هاجر الكرد من هناك نتيجة الظلم من قبل فصائل مسلحة، بينما تم توطين العرب والتركمان من مناطق أخرى في ديارهم. في هذه المقابلة سوف نتحدث عن التغيير الديمغرافي في عفرين، لذا يسرني أن أستضيف رئيس منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام أحمد من باريس في فرنسا. أخي بسام، مرحبا بك وطاب وقتك. لقد قرأت تقريركم، في الحقيقة تحدثتم بشكل موسع عن التغيير الديمغرافي في عفرين، لذا أرغب بمعرفة إلى أي مستوى وصل خطر ذلك على منطقة عفرين. طبعا تحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. الخطر حقيقي، خطر عمليات التغيير الديمغرافية بعفرين خطر حقيقي، لأنه نحن ما عم نحكي هون عن حالة واحدة فقط من هذه القرى أو المستوطنات، نحن نتحدث عن العديد من هذه القرى أو التجمعات السكنية أو المستوطنات، وهي بالأساس تبنى على أراضي الغير. بنفس الوقت هذه الأخطار حقيقية، لأنه معظم أهالي عفرين مثل ما ذكرت هن نازحين عن هذه المنطقة، والنازحين الموجودين في هذه المنطقة هم لا ينتمون إلى المنطقة بشكل أساسي. فمن حيث المبدأ طبعا هذه أراضي سورية، يحق لأي سوري أن ينزح إلى هذه المنطقة، ولكن الطريقة التي حدثت فيها عمليات النزوح بعد 2018 هي تم توطين المسلحين التابعين لفصائل المعارضة بشكل أساسي بواسطة السلطات التركية لسحق الوجود الكردي فيها. حسنا، قلت بأن العرب والتركمان قد استوطنوا في منازل أهالي عفرين، هل هم مدنيون أم عناصر مسلحة؟ ومن أين أتوا سيد أحمد؟ معظم طبعا نسبة المقاتلين هي نسبة عالية جدا بعد احتلال عفرين من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة. تم جلب عشرات الآلاف من المسلحين تابعين لفصائل المعارضة عائلات هؤلاء المسلحين. طبعا بنفس الوقت أيضا نتحدث عن عشرات آلاف من المدنيين، ولكن بحسب الرصد أو عمليات الرصد يتم إسكان هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بشكل أساسي في هذه القرى أو المستوطنات أو التجمعات التي يتم بناؤها. جيد، بإعدادكم لهذه التقارير إلى أي جهة دولية توصلونها؟ وما مدى أهمية هذه التقارير المعدة بالنسبة لتلك الجهات؟ طبعا هذه التقارير هي تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان، ومن هذه الانتهاكات موضوع انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية. هنالك عدة جهات دولية بشكل أساسي، عم نحكي عن لجنة التحقيق الدولية التي تم إنشائها من قبل الأمم المتحدة ومقرها في جنيف. عم نحكي أيضا عن آلية دولية محايدة، هذه الآلية تقوم بجمع الأدلة عرضها بشكل ملفات قضائية، أي بناء ملفات قضائية، وأيضا نقوم بإرسال هذه التقارير إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. النقطة المهمة أن هذه التقارير أيضا تذهب للحكومات الممولة والاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأنه جزء من هذه التجمعات السكنية أو المستوطنات يتم تمويلها من منظمات إغاثية. هذه المنظمات الإغاثية تحاول يعني إيهام الممول أن هذه المساعدات تذهب للسوريين، ولكن جزء من هذه المساعدات يتم استغلال هذه المساعدات لإحداث تغييرات ديمغرافية في منطقة عفرين وباقي المناطق السورية. نعم، تحدثت عن الممارسات التي يقوم بها المسلحون في عفرين، إلى أي مدى باستطاعتكم توثيق أفعال أولئك المسلحين ضمن ملف أو وثيقة لإيصالها للخارج؟ وهل تلك الملفات تؤخذ بعين الاعتبار والجدية في الخارج للعمل عليها أم لا؟ طبعا نحن جزء من يعني عدة منظمات تقوم بالتوثيق. نحن منظمة محلية سورية تقوم بجزء من هذه التوثيقات. هنالك منظمات محلية سورية أخرى، هنالك بعض المنظمات الدولية، وهنالك هيئات أممية. هذا سؤال كثير مهم، لأنه هذه الانتهاكات التي يتم نشرها ويتم توثيقها هي جزء من الانتهاكات التي تحدث في عفرين. هنالك جزء آخر لا يتم الحديث عنه بسبب خوف الأهالي. هنالك خوف وانتقام من الأهالي الذين يقومون بنشر هذه المعلومات، وليس فقط السكان الأصليين وأيضا النازحين عندما يقومون بنشر انتهاكات معينة يتم اعتقالهم
انتهاك حقوقهم. النقطة الأخرى يعني موضوع الوضع الأمني أنه بيمنع عمليات التوثيق، هذا عنصر أساسي، ولكن للأسف هنالك أيضا بعض الجهات الكردية المتواطئة أو المرتبطة مع الائتلاف السوري أو هذه المجموعات المسلحة تقوم يعني بالتقليل من شأن هذه الانتهاكات وأيضا إنكارها، وهذا ما يعني يؤثر على مصداقية الانتهاكات أو عمليات التوثيق الذي تتم في هذه المنطقة. نتمنى على هذه الجهات الكردية أن لا تقوم بلعب هذا الدور. بشأن توثيق تلك الأفعال التي تمارس في عفرين، ما هي العقبات الرئيسة التي تواجهكم؟ العقبات هي عقبات أمنية بشكل عام، هنالك ضغط على السكان الأصليين، هنالك حرمان الصحفيين المستقلين ولجان التحقيق الدولية المستقلة للوصول إلى هذه المناطق. العقبة الأساسية نتحدث عن فوضى وضغط أمني رهيب واعتقالات بحق السكان الأصليين، ولكن بالإضافة إلى هذه العقبة هنالك بعض الأطراف الكردية السياسية للأسف تقوم بالتقليل من شأن هذه الانتهاكات، تقوم بتكذيب هذه الانتهاكات، تقوم بتكذيب تقارير المنظمات السورية، وهذا شيء غير مقبول. نتمنى على هذه الجهات الكردية أن تساعد على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، على أن تساعد على حماية حقوق سكان أهل عفرين وباقي السوريين، لا أن تقوم بإنكار والتقليل من شأن هذه الانتهاكات. هذا يعني كما تفضلت أن ما يحدث في عفرين من انتهاكات ليست أمرا هامشيا قليل الشأن، إذ برأيك أن ما يحصل أمر مهم، أليس كذلك؟ هذه الانتهاكات هي انتهاكات غير صغيرة، وهي أصلا ليست أخطاء فردية، وهذا مش كلامي فقط، هذا كلام منظمات محترمة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والأهم تقرير لجنة التحقيق الدولية. هذه اللجنة تحدثت عن عمليات استيلاء ممنهجة، عمليات استيلاء منظمة، انتهاكات موثقة وممنهجة بحق السكان الأصليين. ودائما لما بنحكى عن موضوع التنظيم والمنهجية بهذه الانتهاكات نحن نتحدث عن جرائم كبيرة، وهي جرائم حرب، وغالبا هي تشكل جرائم ضد الإنسانية. أخ بسام، تحدثنا عن الانتهاكات التي تمارس في عفرين، ألا يدفع ذلك أي جهة دولية للتفكير أو التخطيط لإرسال وفد بحثي لمعرفة ما يحدث في عفرين بشكل حقيقي؟ هل اتخذتم أي إجراءات بهذا الصدد؟ ثم سآتي لذكر بناء المستوطنات في عفرين. تقنيا صعب جدا، لأنه جميع اللجان الأممية وخاصة اللجان التي تنبثق من الأمم المتحدة مثل لجنة التحقيق الدولية على سبيل المثال هي محتاجة موافقة من الحكومة السورية. بدون موافقة من الحكومة السورية لا هذه اللجنة ولا لجان أخرى ممكن تزور هذه المناطق. في حالة وحيدة ممكن مثلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فصائل المعارضة وبعد أخذ موافقة الحكومة السورية أو النظام السوري ممكن تقدر تزور هذه الأماكن، وهي مهمتها بعتقد شبه مستحيلة، لأنه دائما لما بتصير في زيارات من قبل هيك لجان، الأطراف اللي تقوم بالانتهاكات بتحاول تخبي هذه الانتهاكات وبتقوم بنقل المعتقلين على سبيل المثال إلى أماكن أخرى. الرسالة الأساسية للمنظمات السورية ولأهالي عفرين للضحايا يجب تنظيم أنفسهم، يجب توثيق هذه الانتهاكات، حفظ إثباتات الملكية، حفظ هذه المعلومات. يوما ما أكيد رح يكون في محاسبة ورح يكون في عمليات تعويض وإعادة الحقوق لأصحابها. جيد. شيء آخر، هل توجد أراضٍ أو منازل في عفرين العرب والتركمان المستوطنون فيها قد سجلوها بأسمائهم طابو أخضر؟ طبعا يعني معظم المنازل اللي تم استيلاء عليها بهذه المناطق تم استيلاء عليها بشكل تعسفي، ولكن بحالات التجمعات السكنية هذه المناطق بيتم إعطاء ما يسمى بورقة تخصيص، بورقة استملاك المنزل ولكن دون الأرض. نعم، سآتي على ذكر مسألة المستوطنات وبناؤها من قبل تركيا. لقد لاحظت خلال قراءتي لتقريركم أنكم أوليتم أهمية كبيرة على مسألة بناء المستوطنات في عفرين من أجل العرب والتركمان، وكما تعلم أن كرد عفرين تحت المخيمات. ما هو مستقبل تلك المستوطنات سيد أحمد؟
مستقبل هذه المستوطنات يعتمد على الحل السياسي المرتقب في سوريا. للأسف يعني شفنا المستوطنات التي تم بنائها بسبعينات القرن الماضي في شمال شرق سوريا، لما كان الحزب يعني حزب البعث هو المتورط. هذه المستوطنات في عفرين إذا تم استدامة أو تثبيت الاحتلال التركي، هذه المستوطنات أو التجمعات السكنية سوف تستمر، وسوف يتم حرمان أو منع الكرد من العودة إلى أراضيهم. وباعتقادي الشخصي أو باعتقادنا كمنظمة أنه أصلا هذه المستوطنات وعمليات الاستيلاء هي جزء من استراتيجية أوسع لسحق الوجود الكردي في عفرين وفي جميع الشمال السوري. يعني هي مجموعة من الخطوات من أجل استراتيجية بعيدة يعني سحق الوجود الكردي بهذه المناطق. بحسب الإحصائيات التي في متناولكم، كم يبلغ عدد العرب والتركمان المواطنين في عفرين؟ وما هو مستقبلهم؟ هل ينوون البقاء هناك أم سيعودون يوما ما إلى مناطقهم الأصلية؟ طبعا هنالك يعني ما في أرقام دقيقة بما يخص موضوع النازحين الموجودين في عفرين سواء بالمناطق السورية، ولكن الكرد الذين هم كانوا أكثرية على سبيل المثال في هذه المنطقة، منطقة عفرين، الآن أصبحوا أقلية. يعني نسبة الكرد حاليا ما بتتجاوز 30 لل 40 في منطقة كان نسبتهم أكثر من 90%. أيضا عودة هؤلاء النازحين هي مرتبطة أيضا بالحل السياسي، لأنه إنهم تم تهجيرهم ونزحوا إلى مناطق سورية مختلفة. إذا صار في حل سياسي هؤلاء السكان الأصليين لازم يعودوا إلى عفرين وإلى مناطقهم، وأيضا لازم هؤلاء النازحين يرجعوا إلى مناطق سكناهم الأصلية وإعادة الحقوق للجميع كردا وباقي السوريين. هل توجد احتمالية لعودتهم أم بقاء أولئك العرب والتركمان في عفرين بقاء دائمي وطويل الأمد؟ طبعا إذا صار في حل سياسي عادل أكيد كل السوريين المفروض يرجعوا على أماكن سكناهم الأصلية، ولكن هذا الحل السياسي العادل لا يتوافق مع الاستراتيجية التركية واستراتيجية فصائل المعارضة بتتريك وتعريب هذه المناطق. الحل العادل والشامل لكل السوريين سوف يضر بالمشروع التركي الذي يقوم استراتيجيا على سحق وتقليل عدد الأكراد في الشريط الشمالي. في سياق حديثنا عن المستوطنات، الغريب في الأمر أن هنالك منظمات لبلدان أخرى عدا تركيا شاركوا في بناء المستوطنات. ما هي تلك البلدان ولماذا شاركوا بذلك؟ طبعا بنحكي هون بشكل أساسي عن دولة أساسية هي الكويت. طبعا في منظمات كويتية وفي اعتراف من وسائل إعلام رسمية كويتية بمشاركة منظمات شبه رسمية. هذه المنظمات غير تابعة للحكومة الكويتية، ولكن هي منظمات ممولة من يعني لا تستطيع العمل بدون موافقة الكويتية. نتمنى من دولة الكويت والحكومة الكويتية وجميع المنظمات عدم المشاركة في هذه الجرائم. هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسوف يتم محاسبة جميع المتورطين الممولين والمحرضين والمنفذين لهذه المشاريع. أود معرفة أمر آخر، هل من الأفضل لأهالي عفرين العودة لديارهم أم البقاء في الهجرة؟ نظرا لبناء المستوطنات هناك وتوطين العرب والتركمان في مناطقهم، كما أن الأطراف السياسية بشأن عودة أهالي عفرين ليسوا صوتا وفكرا واحدا. طبعا عودة أي مدني مهجر من عفرين أو عودة أي مدني آخر بسوريا إلى مناطق سكنها الأصلية هو انتصار كبير. كمان لازم ننتبه بنفس الوقت أنه ما يتم استثمار عودة بعض الناس ككرت سياسي. هون المشكلة الأساسية من قبل أطراف النزاع، بيتم السماح لبضعة عائلات بالعودة، ولكن بيتم يعني استثمار هذه العودة بشكل سياسي وحرمان معظم النازحين الثانيين من العودة. فمعظم المهجرين من عفرين بالأساس إنهم مش موجودين. الاستثمار بضعة حوادث هو جيد إنه يتم العودة، بس ولكن بيتم فيه استثمار، ومعظم عمليات هذه العودة أصلا بتتم لغايات سياسية. سأطرح عليك السؤال الأخير، هذه المستوطنات التي تبنى في عفرين يجري الحديث بعض الأحيان أن في النهاية سيخرج منها العرب والتركمان وستمنح لأهالي عفرين. ما رأيك بهذا الخصوص؟
يعني أنا يعني هذا الادعاء غير ممكن، غير دقيق، لأنه حتى بالإعلام الكويتي الرسمي يعني كان عم يتم استخدام مساكن دائمة، يعني مصطلح المساكن الدائمة بيتم استخدامه بشكل كبير. وللأمانة وللتاريخ هذه المستوطنات تضر أهل عفرين والكرد بشكل أساسي، ولكن أيضا تضر النازحين الذين يستوطنون هذه المناطق. الاستيطان في هذه المناطق يعني ضمنيا التنازل عن مساكنهم الأصلية في ريف دمشق وريف إدلب وحماة وغيرها من المناطق. شكرا جزيلا لك رئيس منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام أحمد، ضيفي من باريس في فرنسا.